بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي المشاهدين والمتابعين، عودة مرة أخرى إلى الحياة المحلية، إلى الكرة المحلية، إلى دوري نجوم إكس بي، بين اللقاء الذي يجمع بين نادي معيذر ونادي المرخية في الجولة رقم 13. وجمال محمد حمد، وهنا صافرة حكم اللقاء عبد الله العذبة لابتداء هذه المباراة، لانطلاقة هذه المباراة. موجودة الراية والتسلل كان موجود، بينما الكرة بتعود من البداية. رغبة نادي نعم صمام الأمان أول المدافعين، طلال الكرة بتعود بشار يبحث، بشار والتمريرة لمؤيد، ولكن بهاء الليثي يبعد. كرة بتلعب للأمام في سقوط. حكم اللقاء يبدا الى فتوحي، يلعب كره الى الامام الى نوفل بانيس، ولكن طارت الكره الماضيه، قطعت الكره الماضيه وطرحي، ولكن ضيعها ادريس وعادت الكره مره اخرى. يزن العرب يلعب كره على اليمين، نقل لعب للاعب دينيس ألبك، تركها ألبك. محاوله الان للكره في وسط الميدان، كره بتعود البسطامي بالخطا لبشار، احذر ان تخطئ امام بشار في وسط. يوسف راح، يوسف خطير، يا الله يوسف فنجي رائع هذا اليوسف، مهارة هذا الجي. نعم شوف يوسف راح ووضع لها عادت الكرة مؤيد، مقطوعة من يزن العرب في الكرة الماضية، خطأ عليه في الكرة الماضية. يعني ان المرخية رايح طريق هو لا يتمناه، ذاهب الى طريق هو لا يتمناه. كرة بتعود الى محاولة يزن العرب، يلعب كرة لعبد الرحمن جمعة، ولكن كرة بتلعب الامام الان ليوسف فنجي، طارت الكرة على يوسوفا، وهنا صافرة حكم اللقاء لإنهاء أحداث ومجريات هذا اللقاء بانتصار نادي معيذر بهدفين مقابل لا شيء. هدف في شوط المباراة الأول ونيران صديقة في شوط المباراة